السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس. يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما وعجبكم ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا وسهلة جدا وحلوة قوي وسريعة جدا جدا فوق ما تتخيلوا وتتصوري. هنعمل مع بعض النهارده حلو الجلاش بطريقة سهلة جدا جدا وجديدة جدا جدا، هتعجبك وفي ثانية هتعمليها وهتجهزيها. بسم الله ما شاء الله. هنبدأ النهاردة بقى بنسمي الله طبعا ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وأول حاجة هنجيبها معانا بقى لفة الجلاش الجميلة معانا كده نص كيلو. دي يا جماعة نص كيلو من اللي هي النص كيلو المظبوط يعني. في كده يعني ايه بيبقى لفة جلاش بتتباع على أساس ان هي نص كيلو بس ما بتبقاش نص كيلو. دي بقى الصراحة إيه نص كيلو زايد وفايض يعني. هنجيب الجلاش بتاعنا اول حاجة كده وهنعملها زي ما هي ملفوفة كده، مش هنفكها خالص ولا هندهن بقى طبقات ولا اي حاجة خالص. هنعملها بالطريقة السهلة خالص كده، اي حد هيقدر ان هو يجهزها ويعملها. وصينية قاب الكيك بتاعنا بقى اللي احنا بنعمل فيه كاب كيك، هنعمل فيه الجلاش بتاعتنا النهاردة. ما عندكش صينية كاب كيك هتعملي كده في صينية عادية عادي عندك، وهترص الجلاش جنب بعضه كده دهنة بسيطة من السمنة وترص الجلاش في قلب الصينية. انا هنا طبعا علشان الصينية موجودة يعني وكده هحط فيها الجلاش بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، يعني شبه الوردة، ملفوفة لفة كده. جميل جدا بصراحة. الصراحة كان خرافة خرافة فوق ما تتخيلي. هيعجب أولادك يمسكوا كده لوحدها في ايديهم وياكلوها بسم الله ما شاء الله بألف هنا. يعرفوا ان هم يتملكوا فيها كده وياكلوها من غير ما تتكسر منهم ولا اي حاجة. يشرفك في عزوماتك حبيبة قلبي في شهر رمضان بقى. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بالخير يا رب. عندي طرفين. طرف بيحب الجلاش بتاعه يكون طري كده شوية ويعني ايه مستويش قوي من جوه، وطرف عادي بيحبه مظبوط كده ومقرمش وجميل جدا. فحبيت ارضي جميع الاطراف. اخدت كده ايه باللفة بتاعتنا وهي على بعضها كده، إيه 3 لفات. قطعت 3 قطعات يعني كده بحيث ان هم يكونوا للشخص اللي في البيت بيحبوا ان هو طري شوية. تمام زي ما انتوا شايفين كده عشان تبقى يعني ايه كبيرة كده، اللفة كبيرة شوية وتبقى من جوه مش هتلحق تستوي اكتر من زي بتاعتنا الجميلة ديت بقى الخفيفة ديت اللي هناكلها احنا. زي ما انتوا شايفين كده قسمت اللفة بتاعتنا نصين بالظبط ولفتها برضو رول كده زي ما انتوا شايفينه، وقطعتها كلها بقى زي ما انتوا شايفينها كده. وما شاء الله جميلة جدا يعني ما فيش اسهل من كده طبعا. وعدتكم ان كل حاجة هتكون اقتصادية وكل حاجة هتكون سهلة، وبنفذ بالوعد. واكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه رأيكم في وصفاتي، ولو في تعليقات برضو على الوصفات اكتبوا لي برضو تعليقاتكم حبايب قلبي. كده خلاص حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده كملت الصينية بتاعتي وكمان فاض معايا وكملت صينية صغيرة كمان معايا كده اهي. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، مفركشة مفعكشة ولا يهمك اي حاجة خالص. بالسمنة هتلميها وتدهنيها بقى وهتبقى معاكي قطعة واحدة. زي ما انت شايفة كده السمنة بتلزق الطبقات على بعضها ما بتبقاش هشة كده ومفعكشة منك. في الوقت ده بقى حبايب قلبي بدهن بقى بالسمنة على قد ما تقدري. جلاش كنافة يعني سمنة غرقي كده سمنة بقى، وحط سمنة نباتية سمنة بلدي يا ناري بقى لو سمنة بلدي الله عليها. البلدي يوكل يا جماعة. الصراحة دي مش بلدي خالص دي سمنة نباتية عادية. جبتها بقى كده وسيحتها شوية على النار يا دوب كده دافية جدا جدا بحيث ان انا اقدر ادهن بيها. زي ما انتوا شايفين كده وسق الجلاش بتاعي تمام قوي كده حلو مظبوط عسل بالسمنة بتاعتنا. نغلفه كويس جدا جدا جدا. وطبعا نقط السمنة اللي بتقع في قاع الصينية ديت بتنزل بقى تحت الجلاشة، عشان طبعا احنا مدهنهاش في الاول. فعادي خالص حبيبة قلبي.
هي بتشرب كده وما بتلزقش معاكي ولا اي حاجه خالص، وبتكون واخده السمنه بتاعتها الكفايه اللي يستوي بقى فيها ويقرمش كده ويديك اللمعان الجميل بتاع الجلاش كده. خلاص كده حبايب قلبي، دهنت كل الكميه معايا. في الوقت دوت بقى الفرن بتاعك يكون جاهز على درجه حراره 200. تدخليه بقى الجلاش الجميل دوت في الفرن، وتابعيه طبعا علشان درجة الحرارة عليه وما بياخدش سوا خالص، يعني تقريبا 10 دقايق بالظبط بيكون فلة معاكي. عقبال بقى ما الجلاش بتاعنا يكون ظبط حاله كده في الفرن وخد اللون الجميل من فوق ومن تحت، بس كده يعني هو الجلاش كده ياخد لون من فوق ومن تحت. بصوا بقى حبايب قلبي، الصراحة ما كنتش حابة اصور الكريمة لان عملتها معاكم كتير قبل كده، وفي نفس الوقت يعني كانوا شوية صغننين قوي قد كده فايضين عندي، فكنت هعملهم وخلاص يعني. بس لقيت الصراحة الكاميرا شغالة. المهم حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، كريم شانتيه عليه شوية سكر خام، طبعا عليه شوية سكر، عليه شوية مية بصوت خالص سقعانين او من التلاجة او متلجة، او شوية حليب متلج. انا ضفت عليه شوية مية وحطيت، كان معايا كده يعني حبة صغيرين برضو زي ما انتم شايفين كده، يا دوب الكريم الشانتيه بتاعي كان قد الكاكاو زي ما انتم شايفين كده. حطيتهم عليه بقى يدونوا لون كده بني جميل كده كاكاوي. ازين بقى بيه وش الجلاش بتاعنا. على فكرة دي اختياري مش اجباري، طبعا التزيين دوت اختياري. حابة تزيني الجلاش بتاعك زيني، مش حابة تزيني ما تزينيش، استكفي بس بالسيرم بتاعك على الجلاش. بالنسبة حبايب قلبي للسيرم بتاعنا، حابة اقول لكم ان انا كان عندي شوية في التلاجة يعني وكده، كانوا متبقيين عندي من يوم كنافة كنت عاملاه، وحطيتهم في التلاجة ولقيتهم جمال معايا وكتير وكده، فحبيت اعمل بقى ايه لفة الجلاش الموجودة عندي ديت، كانت عندي في الفريزر. في الوقت ده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين الكريمة بتاعتي كريمة متماسكة جميلة جدا، القوام بتاعها دوت عسل قوي ما شاء الله كده. بجيب بقى كيس الحلواني بتاعك، طبعا ما عندكيش كيس حلواني، انا الصراحة بتاعي ضايع مش لاقياه، مش عارفة اراضيه فين الصراحة، انا كدت على الدنيا كلها مش لاقياه. مم. المهم بقى جبت بقى كيس اللي كان فيه كريم الشانتيه، وضفت بيه في قلبه كده الكريم، وفي قلب بقى كوباية، في قلب اي حاجة ان انت تحط فيه الكيس كده، ما تعمليش ما تعصيش الكيس معاكي وانت بتفضيه في قلبه. فانا حطيته كده وبدأت ان انا افضي بقى الكريمة في قلبه كده زي ما انتم شايفينه، بطلعه بكل سهولة، ودي طريقة سهلة جدا 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 جدا. بستخدمها على طول الصراحة في اي حاجة حابة ازين بيها لو ما عندكيش كيس حلواني. تمام، بربطه ربطة كويسة كده وبسيبه بقى على جنب كده، وبركنه على جنب اما نشوف الجلاش بتاعنا. حبايب قلبي عايزة تحطيه في التلاجة يشد معاكي كده ويجمد حطيه، بس انا الصراحة ما حطيتهوش لاني لقيت قوامه عسل او متماسك اوي معانا كده، والجلاش بتاعنا طلع من الفرن، بس الكاميرا ما كانتش مظبوطة. هوريلكم برضو كانت عالية معايا شوية. تمام. خلاص بقى هخرجه كده من الصواني بتاعته. على فكرة لونه جميل جدا جدا جدا، بس الكاميرا ظلماه مش جايباه اللون بتاعه كويس، بس زي ما انتوا شايفين كده قاعه من تحت ذهبي وكمان فوق ذهبي، جميل جدا زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي. الوصفة ديت بسم الله ما شاء الله سهلة جدا ورائعة جدا اقتصادية جدا. بصوا كل حاجة فيها جميلة جميلة جميلة، وطعمه كان خرافة بمعنى الكلمة ما شاء الله. خدت بقى الجلاش بتاعي كده واحدة واحدة ورصيته زي ما انتوا شايفينه كده على صينية عندك بقى، على اي حاجة حابة تستفيه عليها كده. وجيبي بقى الشربات طبعا بتاعنا السيرم الاول زي ما انتوا شايفين كده، قوامه سهل جدا جدا وبسيط اهو جميل جدا. هقولك على تحضيره، طبعا محضرينه مع بعض قبل كده كتير، فكان موجود عندي في التلاجة فخرجته. هتجيبي حبايب قلبي طبعا الجلاش والكنافة بيكون السيرم بتاعه تقيل شوية عن السيرم بتاع البسبوسة، تمام.
كوباية سكر مثلا مثلا يعني اقل مقدار خالص، كوباية سكر على كوباية من المية. وبتحطي بقى رشة فانيليا وعصرة ليمون، ومتقلبهمش خالص خالص خالص، وتضيفيهم على النار، هما بيسيحوا لوحدهم. والنار بتسيح، بتدوب كده السكر في المية، وريحته بتطلع وبتكون جميلة جدا. ويدوب 5 دقايق بالظبط، 10 دقايق بالكتير قوي، بتطفي عليه وبيكون قوامه زي ما انتوا شايفينه كده، احلى شربات في الدنيا. هات الكريمة بتاعتك بقى الجميلة اللي انت عملتيها ديت، وهات الجلاش الرائع الجميل اللي الكاميرا ظلماه معايا دوت. وابدأي بقى ان انت شكلي بقى الكريمة بتاعته على الوش كده، تزيين زي ما انت حابة كده بقى. بصي وردات جميلة اهيت، بدون كيس حلواني وبدون اي حاجة اضافية، بايديكي بس كده هتعملي الشكل الجميل والوردة الجميلة ديت. حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله. عايزه اقولك انه بصوا مش شكله، ايوان كده شكله ظبط شويه لما شلته في ايديا، لان الكاميرا كانت عاليه وما كانتش جايباه كويس. ايه رايكم بقى يا حبايب قلبي؟ شكله جميل جدا. وبصوا اقول لكم بقى، الطعم كان اجمل ما شاء الله، وسهل جدا. اعتمد الوصفة ديت، سهلة جدا، هتعمليها بكل سهولة وكل بساطة، واقتصادية جدا، مخدتش منك اي حاجة. هتعجبك قوي في عزوماتك وهتشرفك. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده. الجلاشة بتاعتنا من جوه طرية ومن بره بصي مقرمشة ازاي، الطبقة اللي بره جميلة جدا. في حفظ الرحمن يا حبايب قلبي، واسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.